لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعداء وفرحانين ومتهنين ومحققين كل اللي نفسكم فيه. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح كل حاجة حلوة في الدنيا على عيونكم وانتم. طبعا حابة في بداية الفيديو رحب بكل الناس الجديدة اللي دخلت معايا ونورتني. ولو انت لسه اول مرة تشوفي قناتي، انا شوشو، دي قناتي. خشي كده، خدي لفة في القناة وان شاء الله قناتي تعجبكم. ولو انت طبعا متابعة دايما ليا، ما تنسنيش بقى اللايك بتاعي الحلو المحترم، واكتبي لي كومنت حلو من اللي بيساعدني ويفرحني. ربنا يفرح قلوبكم جميعا، وزي ما انتوا كده ما بتفرحوني كده بكومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم. وحابه اشكر كل حد بيتفرج على الفيديو للاخر وبيحط لي لايك وكومنت حلو. وحابه اشكر طبعا كل الناس الجديده اللي دخلت معايا ونورتني، وجودكم على راسي من فوق من فوق من فوق. النهارده الفيديو بتاعي كده حماسي تشجيعي جدا. اتحداكي ان انت تقومي وتشوفي ايه اللي وراكي حتى لو فيكي كسل الدنيا. هخليكي ترتبي وتنضفي وتلمعي وتغسلي مواعين وتنقلي حاجة مكان حاجة وتفرشي. خلاص المدارس على الابواب وخلاص مفيش وقت والايام كلها بتجري. فكان لازم ان انا اقوم بقى اعمل اوضه الاطفال. انا كنت قايله لكم ان انا هسيبها كده للايام المدارس عشان اعملها، فكان لازم بقى اقوم خلاص لان انا فعلا كنت قرفانه منها. فقلت اقوم واتشجع كده واعملها واخلي بيتي جاهز لاستقبال المدارس والدروس. خلاص مفيش وقت، يعني السنه الجديده كلها ايام. وطبعا في متابعين ليا بيتفرجوا عليا في الدول العربيه، ما المدارس عندهم بدأت. فيلا قومي كده شوفي ايه اللي وراكي وشوفي بيتك ناقصه ايه، ولو في امكانية ان انتي تجددي من بيتك، تغيري، تجيبي حاجة جديدة، تجيبي حاجة مكان حاجة. لو عندك حاجة مثلا قديمة بتفرشيش طلعيها وافرشيها، وخلي بيتك كده نظيف عشان ايام المدارس خلاص داخلين زي ما قلتلك على عام دراسي جديد. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله عام سعيد علينا جميعا يا رب. ونشوف ولادنا دايما في اعلى المناصب وربنا يوفقهم جميعا يا رب. يلا بينا نخش كده. اول ما دخلت على اوضه الاطفال انتوا عارفين انا كنت شايله الفرش بتاعتي يومها وياه، لان انا اول حاجه بفتح عيني الصبح بقوم ان انا شبابيكي بتبقى مفتوحه، بغير هوا بيتي، بشيل الفرش لو محتاج انه يتشيل ويتغسل. فكنت شايله الفرش عشان ان ادخله الغساله. فلميت كل الغسيل، بمشي طبعا خدي لفه كده في الشقه لملمي كل الغسيل. اول حاجه اعمليها ان انت لمي الغسيل الوسخ كله وعلى الغسالة جارية تجيله دورة كده بحيث ان انتي تخلصي منه، لان انتوا عارفين ان الغسيل من اكتر الحاجات اللي بتتكاثر معانا، فلازم نخلص منها. فانا رحت لما الملايات كده ورحت داخله على الغساله. ولما طبعا الغسيل كان فيه غسيل في الارض، وطول ما انت ماشيه هتلاقي شراب هنا، بوكسر هنا، بنطلون هنا، تيشيرت هنا، هتلاقي دوري يا حبيبتي والله العظيم هتلاقي. وطبعا انا بالنسبه لي كان الاوضه نظيفه، بس لقيت كارثه ما بين الحيطه والسراير، كل حاجه رامينها، كل حاجه تخطر على بالكم، فك، شاكوش، توك، نضاره، قلم، رصاص، لعب، اي حاجه كانوا رامينها ورا السرير. فانا رحت منظفه كده ورا السرير بحيث ان انا قلت اعمل تنظيف عميق. هو اللي كان اي نعم مش مترتب معايا كويس الدولاب. طبعا انا لو فتحت لكم الدولاب بتاع الاطفال هتنصدموا صدمه عمركم. فقلت كده كده خلاص هو ديتها شهر واروح نطلعها الصيفي مش شتوي. وانتوا عارفين الولاد عشان ما نكدبش على بعضينا، انتوا عارفين الولاد لما بيبقى في اوضه ولاد وولاد كبيره بالذات، غير اما يكون مثلا عندي بيبي او اي حاجه انا اللي بطلع له هدوم، غير اما يكون سن المراهقه الخرا دوت انتوا عارفينه، هو اللي بيتجول في الدولاب وهو اللي بيلبس على مزاجه وما بيبقاش شايل مسؤوليه اي حاجه. ومهما نقول ما تلبست دوت ولا رتب مكانك ولا لم دولابك ولا اقعد طبق دولابك، ده مفيش منه فايده
ولو انا قعدت طبعا انا تعبت من كتر ما انا عماله اعمله ويتبهدل تاني، اعمله ويتبهدل تاني، فقررت خلاص ان انا اساسا مش هعمله تاني ولا هرتبه تاني، لان انا زي ما قلت لكم خلاص داخلين كمان على الشتا ديتا شهرين ولا حاجه بالكتير، وهنطلع الشتوي وندخل الصيفي. وانتوا عارفين طبعا متابعيني الحلوين الامارات اللي بيحبوني عارفين ان انا اكتر حاجه بكرهها هي تطبيق الغسيل. فانا بطبق الغسيل بالدولاب، فاكتر حاجه انا بحافظ عليها دولابي، لان انا بحب دايما طول الوقت اشوف دولابي مترتب. لما دولابي بيبقى مش مترتب بيبقى شكله المنظر مش لطيف، فاكتر حاجه بحب انها تبقى مترتبه الدولاب عندي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، انا طبعا لقيت التراب عندي متروس على الشباك، فروحت طالعه ماسحه الشباك بقى من التراب ومنضفه الشبابيك ومزعفه الشقه، والنجف عندي ممسوح. وطبعا مطرح ما نقلنا السراير كان تحت السرير برضو زي الفل مطرح ما نقله، وما كانش فيه غير شنط اللي هي الشتوي تحت السرير. وهنا الأوضة عندي بقت زي الفل، مسكت الخشب بتاعي كله لمعته وخليته زي الفل. وهنا رحت جايبة البتاعة ديت الشرشوبة بتاعتي وشوية مية وحطيت فيها جنرال كده باللافندر، ورحت مسايه الارض. طبعا الشرشوبه انتوا عارفين ما بتجيبش معايا نتيجه، فرحت جايه قافله الكاميرا ورحت فاكه لان فعلا الجو حر. طبعا انتوا قدروا ان انا بصور في الحر دوت، فرحت قافله الكاميرا ورحت مسحه بالفوطه اللي انا بمسح بيها، ما بحبش ان انا امسح بالشرشوبه. وبعد كده ما مسحت الارض ومسحت الخشب ومسحت الدواليب، مسحت الشبابيك، زعفت الشقه الاوضه، مسحت النجف، خليت الدنيا عندي زي الفل. والريحه كمان ما اقولكوش على الريحه. فهسيب الارض هنا تنشف، على بال ما الارض هتنشف معايا اروح فرشه السراير بتاعتي بقى فرش نضيف كده. انت زي ما بقولك حاولي ان انت جددي حاجه، هاتي ملايه مكان ملايه، سرير مكان سرير، سجاده مكان سجاده، ستاره مكان ستاره. طبعا احنا متفقين طبعا، ودايما اقول لكم ان تغيير العين ده بيحسن من النفسيه قوي، وان انت تهوي بيتك ده بيطلع الطاقه السلبيه اللي في البيت. مش لازم تجيبي حاجه جديده، كل واحد وبيمشي على قد مقدرته وعلى قد امكانياته. فانت حاولي تسعدي نفسك بنفسك. وطبعا انتوا الناس طبعا اللي عندها اولاد في المدارس عارفين ان الوقت في المدارس مفهوش يعني ما فيش، انت مجرد ما بتقومي كده بس. الصحيان زي ما بيقولوا كده البركه في البكور فعلا، لان انا لما بصحى بدري بحس ان انا انجزت حاجات كتير. وبالنسبه للناس اللي هي مش عارفه تصحى بدري برضو هبقى اكلمكم في الموضوع بتاع الصحيان بدري، ان انا واحده من الناس برضو ما بعرفش ان انا اصحى بدري. فانتوا بقى حاولوا تصحوا بدري وتتعودوا اليومين دول ان انتوا تصحوا بدري عشان خلاص المدارس والدروس. وعندنا طبعا الدروس كمان من المدرسين بادئين الدروس 8 الصبح و10 الصبح، فهم كده كده بيعودونا يعني ان احنا نصحوا بدري وكده. ففي ناس بتعاني عايزه تتعود وتظبط نومها وتتعود ان هي تنام بدري. فانا هقولك في الفيديو دوت ازاي تظبطي نومك. مش هستنى الفيديو الجاي الصراحه، هقولك يعني انت عندك حلين بحكم خبرتي انا بتعامل بيهم. يعني هما 3 حلول مش حلين، هما 3 حلول بس. هنتكلم ان شاء الله، كملي معايا الفيديو للاخر وحطي لايك. هنتكلم في فقره المواعين ونغسل المواعين، هندردش مع بعض. تعالوا بقى هنا اقول لكم انا كنت عملت ايه بعد ما سبت الارض نشفت معايا. رحت فرشه السجاد بتاعي دوت واحنا كنا غاسلينه مع بعض، ورحت فرشه ملايات نضيفه كده، وهسيب الشقه بقى الاوضه تهوي. وكده كده احنا اوريدي فاتحين الشبابيك ما بنقفلهاش، وانتوا عارفين الكلام دوت. مش مشكله يخش لي تراب، مش مشكله يخش حاجه، بس اكيد السلك بيبقى ايه اي حشرات او اي حاجه، لان انا موتي وسمي ان انا الاقي دبان الاقي ناموسه في الشقه. فانا مش مشكلة عندي التراب انضف مفيش مشكلة، لكن ان انا افتح الشبابيك عشان اطلع الطاقة السلبية اللي في البيت. فانتي كمان قومي شوفي ايه اللي وراكي ونضفي واحده واحده كده. زي ما قلت لك خلاص مفيش وقت، المدارس داخله علينا. ولو انت عايزه تعملي اي حاجه في الشقه اعمليها كده، ورجعي بيتك نظيف، جهزي بيتك بقى كده خلاص لاستقبال المدارس، عشان احنا ايام المدارس ما بنعرفش نعمل حاجه. خشي كده على المطبخ خدي بقى ايه رف كده، الرف لوحده ورف كل يوم حاجه اعمليها. هتلاقي نفسك هتقولي لي انا مهما اعمل ما بيبانش عليا على الشقه نظافه، ومهما اعمل ما بيبانش عليهم نظافه. انا هقول لك واحده من الناس، انا الواحد ساعات بيحس والله العظيم ان انا خدامه وبيبي سيتر، مع احترامي طبعا للخدامين هم مش عيب ولا حرام، على الاقل هم بيجي عليهم وقت ويرتاحوا. لكن احنا طبعا طول الوقت شغالين، وطول الوقت طالع عينينا مع اولادنا، وطول الوقت ما فيش اساسا شكرانيه. والواحد تعب من كتر اللي هو بيلف حوالين نفسه. وانا بشوف ستات كتير بتكسل حتى تعمل اكل، والله انا بشوف ستات كتير بتكسل تعمل الاكل حتى لاولادها، وبيطلبوا حاجات كده مش بتبقى صحيه من بره. لا انا عايزه كل متابعيني الامارات يقوموا ويشوفوا بيتهم ناقصهم ايه،
ومحتاج ايه ويهتموا بالولاد شوية، وكفاية القرف والامراض اللي احنا بنعاني فيها. وولادك دول مسؤوليتك وبيتك مسؤوليتك، فانتي لازم يبقى ليهم حق عليكي، وتربيهم وتأكليهم وتحميهم وتنظفيهم لحد على الاقل ما يوصلوا للثانوي. طول ما انت عندك بيبيات، طول ما لغايه حتى ما يوصلوا الثانوي، خلاص شيلي مسؤوليتك منهم، سيبيهم بقى هم حرين، لان هم مجرد ما بيجوا سن البلوغ دوت، او سن اللي هو المراهقه، السن المقرف بتاعهم دوت، فهم بتلاقيهم خلاص خرجوا عن السيطره معاكي. فحاولي على قد ما انت تقدري تعملي اللي عليكي، و... و... اللي يرضي ربنا ويرضي ضميرك اتجاههم من قدام ربنا. تاني حاجة كمان، انا بشوف ناس كتير، ستات كتير بتقوم من النوم تمسك الموبايل وتقعد تتفرج على الموبايل، وماسكه التليفون في ايديها 24 ساعه وما بتعملش حاجه. وفي ستات كتير كمان بقت لجأت للتيك توك واللايفات 24 ساعه، قادره اللايفات، راميه ولادها في الشوارع، سايبه شقتها تضرب تقلب، ما بتطبخش، ما بتعملش اكل، سايبه الولد مرمي عند الجرج شويه والجرج شويه، وياكل من هنا شويه وياكل من هنا شويه. لا طبعا غلط جدا ان انت تعملي كده طبعا. يعني مش عارفه اقول لك ايه، بالله عليك يا ستي تبقي يعني اقول لك ايه، مش عارفه والله العظيم. انا لما بطلع اتكلم انا ما ببقاش عارفه ان انا اقول ايه ولا افتح معاكم مواضيع في ايه، لان انتوا عارفين ان انا بحبكم جدا، وببقى ماسكه نفسي قدام الكاميرا، وانتوا عارفين ان اجمل لحظه في الدنيا هي وانا بصور لكم الفيديو وبسجل لكم، وبحس بسعاده رهيبه كده الصراحه. رغم ان ساعات كتير ببقى تعبانه زي الوقت اللي انا بسجل لكم فيه الفيديو، انا حاسه ان صوتي اساسا رايح وبسجل لكم الفيديو، و بس مبسوطة جدا رغم ان انا تعبانة جدا، بس طالعة ان انا اسجل لكم الفيديو لان انتوا بتوحشوني، وساعات كتير ببقى تعبانة ومش قادرة وبقوم وبصور لكم عشان زي ما قلت لكم انتوا بتوحشوني جدا جدا جدا. رغم ان كلامي معاكم بيكون ملخبط وبجيب من كل فيلم اغنية ومش بعرف اتكلم كلمتين على بعض وتحسوا ان انا ايه الهبل اللي انا بقوله ده، بس ببقى مبسوطة جدا 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 وانا بتكلم معاك، واكيد انتوا كمان مبسوطين، صح ولا لا؟ قولوا الصراحة، قولوا الصراحة، ما تكدبوش عليا، اكيد انتوا كمان بتبقوا مبسوطين. فانا فعلا انا كنت عاملة الفيديو ده وانا تعبانة جدا، وبسجل لكم الفيديو دوت وانا تعبانة جدا وصوتي رايح اصلا، وما اقولكوش يعني ما اقولكوش انا عامله ازاي. بس رغم ذلك ان انا سجلت لكم الفيديو عشان انا لما بلاقي مجهود منكم، بلاقي مشاهدات منكم، بلاقي كومنتات حلوه وبتشجعوني، فانا بغصب عني بقوم واعمل لكم الفيديوهات وبعمل لكم روتينات من اللي انتوا بتحبوها وكده. وربنا يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا يعني احسن اخوات واصحاب في الدنيا كلها. هنا بقى كنت خلصت الاوضه بتاعتي، وزي ما انتوا شفتوا طبعا بالرغض بالنظر عن اللكلكه، وفي ناس هتقولي بطلي لكلكه، بس بغض النظر عن اللكلكه انتوا شفتوا منظر الاوضه كان عامل ازاي، وشايفينها دلوقتي كان عامل ازاي. بعد ما خلصت طبعا الاوضه بتاعتي رحت رشه السبراي، البرفيوم، المعطر، اي حاجه ايا كانت انت بتحبيها. وبعدين رحت مشغله القران، كده راحه نفسيه رهيبه لما بشغل القران. عايزه تشغلي عود بخور شغلي عود بخور، مفيش مشكله. وطفيت الانوار وسبتها وطلعت بقى، دخلت على المطبخ، كان المطبخ عندي يضرب يقلب، لا يسر عدو ولا حبيب ولا لكم يعني لكم ان تتخيلوا منظر المطبخ كان عندي عامل ازاي. انا زي ما بقول لكم، انا دور البرد اثر على كحه، عمل لي كحه وعمل لي صدري خالص، بقى صدري قافل كمان من كتر الروايح. انا عندي التهاب في الجيوب الانفيه وصدري قفل من كتر البخور. انتوا عارفين انا في المعطرات والمنظفات والبخور والروايح ديت ما عنديش، يا مرحميني. انتوا واخدين بالكم من النور بقى؟ دي تاني مرة ممكن اصور لكم وانتوا النور بيعمل كده، اخدين بالكم؟ بجد والله العظيم ربنا يعدي الفترة دي على خير ويعدينا منها على خير، لان فعلا انا خايفة بجد. انا مش خايفة على اي حاجة في الدنيا غير الاجهزة، لان الاجهزة طبعا غالية جدا، ولو حصل اي حاجة في الاجهزة انا عن نفسي والله العظيم مش هعرف اشتري ولا هعرف اعوض. حتى لو في فلوس مش هيبقى فيه مثلا نفس التقفيل ونفس الصنع بتاع زمان. الحاجة دلوقتي تحسيها صيني وتحسيها مش اصلي، ومش هتعرفي تشتري، مش هتعوضي الحاجة لو في فلوس مفيش اوبشن، ولو في اوبشن مفيش فلوس. فاكيد والله العظيم ربنا يستر ويطلعنا من الايام دي على خير، لان النور لما بيقطع ده بجد بجد كارثة كارثة كارثة. وانتوا اكيد اخدين بالكم لو ركزتوا معايا في الحتة اللي فاتت، اكيد هتشوفوا كان النور عمال يرقص ازاي، وبعد كده قطع. هو بيقعد يرقص قبلها كده بساعة وبعدين بيقطع مرة واحدة، بيروح قاطع.
وهنا بقى كنت دخلت على المواعين، كان عندي مواعين كتير قوي قوي قوي، وكانوا اكلين الولاد حلويات ورامين ورق شيبسينا ورامين بقى. طبعا الاوضه كانت مبتوره، بس انا فعلا ما كنتش قادره اصور، فانا لو كنت وريتكم المنظر اصلا انا كده لملمت الدنيا. فالحاجات اللي على الرخامه ديت هي اللي كانت في الاوضه جوه، فلميت كل الورق. انت حاولي تحطي باسكت في الاوضه، حاولي تحطي كيسه في الاوضه ان هم يرموا فيهم الحاجه اللي هي بتاعتهم. فانا عشان أنا لميت الحاجه كلها ورحت حطها على الرخامه، فبالتالي المطبخ عندي بقى زي الزفت. فقلت ان انا اعمل المواعين معاكم ونكمل بقية الفيديو بقى، نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس طبعا انا وعدتكم ان احنا نتكلم ازاي تنظمي يومك. انا طبعا انا مش بروفيشنال ان انا اقول لك نظمي ازاي يومك، بس بحكم يعني بحكم اللي انا مريت بيه عشان انظم يومي. احنا عندنا حلين عشان طبعا ان احنا ننظم يومنا ايام المدارس، ونيجي علينا المدارس تعرفي تنامي وتعرفي تصحي وتقومي فايقه للولاد. عشان طول ما انا ما نمت، انا عن نفسي انا بتكلم عن نفسي، واكيد في ستات كتير زيي. انا لو ما نمتش كويس بقوم مش طايقه نفسي، بقوم بتشنج، بقوم متعصبه، بقوم منهاره. ما ببقاش طايقه اي حاجه، ما ببقاش طايقه الولاد اصلا، ما ببقاش طايقه اي حاجه. فحاولي تنامي كويس وتظبطي دلوقتي يعني تظبطي يومك من دلوقتي. بصي اول حاجه كده انا بقولك عندي يعني عندي 3 حلول. اول حاجه كده ان انتي تطبقي، يعني ما تناميش طول الليل وتفضلي قاعدة لغاية الساعة 7 8 المغرب من غير ما تنامي. هتلاقي نفسك خلاص انتي جبتي اخرك خلاص. وبصي نفسك تنامي ونامي على نفسك كده ومش طاقة نفسك. بس اول حاجة كده قومي ابدأي اليوم بتاعك. اهم حاجة تعملي كوباية قهوة، كوباية نسكافيه في اول اليوم، مش على العصر او المغرب. اول ما تصحي كده يعني انت ما نمتيش اوريدي، ما نمتيش سوري، فانت صح يعني تيجي عليكي الساعه 11 12 اعملي كوبايه نسكافيه او كوبايه قهوه في اول اليوم. عشان لو شربتي العصر او شربتي المغرب اللهم انك مش هتنامي تاني، وهتفضلي مطبقه تاني وهتنامي متاخر تاني اكننا ما عملناش اي حاجه. فانت الساعه 11 12 اعملي كوبايه قهوه وطبقي اليوم دوت. هتيجي عليكي الساعه 9 10 بالليل هتبقي مهدوده مش قادره خالص، هتخشي تنامي. هتيجي تاني يوم هتصحي الساعة 8 9 10 11 هيبقى حلو جدا جدا جدا. هتقومي فايقة قادرة تخدمي ولادك، قادرة تعملي اللي وراكي. اهم حاجة بس يا بنات ان احنا ما نستسلمش للنوم قبل الساعة 10 او 11 بالليل، عشان نقدر نقاوم اللي احنا عملناه ما يروحش على الارض. دي اول حاجة بالنسبة للي هي التطبيق. تاني حاجة ممكن بقى ان انتي يوم تيجي على نفسك تصحي بدري الساعة 6 7 الصبح و... وتنامي بدري. اي نعم برضو نفس القصة، هتقومي مش فايقة ولا طايقة نفسك ولا طايقة ولادك. بس هقولك ايه احسن، احنا نستاهل واحنا بنحب السهر. احنا طبعا دخل لنا عيد ودخل رمضان والسهر بقى كتير، فلازم نعود نفسنا عشان نقوم فايقين كده قبل المدارس. انا بقى بعمل ايه؟ انا واحدة من الناس لا برد ولا لا بطبق ولا بصحى بدري. ممكن يعني بعمل بقى الحل اللي هو بتاع اصحى بدري كده قبليها بيوم مثلا عشان انام بدري، اللي هو اليوم اللي قبل المدارس. باجي مثلا المدارس يوم الاحد، باجي يوم الجمعة بروح صاحية بدري ظابطة منبه وصاحية بدري، وغصب عني بقى ببقى اقوم. اي نعم اليوم دوت استغفر الله العظيم بيبقى يوم ما طلعلوش شمس يعني، وبقى طول النهار ماشية كده بقى عارك في دبان وشي، وكل شوية اقول احسن استاهل انا اللي عملت في نفسي كده. فانا بقول لك لا يا قلب اختك، هم ما لهمش ذنب واللي حوالينا دول ما لهمش ذنب يشوفوا المنظر ابن اللذينه ده. فحاولي بقى ان انت تظبطي يومك من دلوقتي. انا زي ما بقول لكم ان انا بقوم قبل المدارس. مثلا المدارس عندي يوم الاحد، بقوم يوم الجمعه بصحى بدري. باجي بقى بالليل بروح نايمه بدري. ما بقلل بقى شاي، بقلل نسكافيه، بقلل قهوه، هي بقى كوبايه شاي الصبح كده. ما بكترش في القهوه. لو هتعرفتي تمنعي القهوه خالص والنسكافيه امنعيهم اصلا، عشان هما دول من ضمن المنبهات اللي هي بتخلينا نسهر. وطبعا بكده هيكون ان انتي عرفتي تظبطي نومك من هنا لغايه المدرسه، عشان يبدأ عامنا الدراسي كده بكل تفاؤل وحيوية ونشاط، وقايمين فايقين كده للولاد وماشيين في الشوارع كده نضحكوا ومبسوطين. ما يقابلناش حد يقول لنا انتم مكشرين يا ستر يا رب على الاشكال على الصبح، والكلام ملوش اي 30 لازمة. وطبعا اللي قبل ما بتقابلي الناس بتقابلي جوزك كده، تصبحي بقى على الجيران وتصبحي الناس، تبقى ماشيه كده مبسوطه صاحيه فايقه. الدنيا حلوه يعني، مقبله على حياه جديده وعام دراسي جديد. خليكي يبدا معانا بكل تفاؤل كده وحيويه ونشاط. وطبعا هنا كنت خلصت المواعين وخلصت الحوض
وشفتوا طبعا انا غسلت كميه مواعين. وهنا كان النور قطع يا بنات، والله انا بسجل لكم اساسا يعني. انا كنت كملت بقيه التصوير والنور قاطع، انا مولعه على نور الكشافات بتاع الولاد ونور الكشاف بتاع الكاميرا، يعني هو ده اللي منور. فالنور هنا فعلا اوريدي خلاص قطع، فانا كملت تصوير، قلت والله لا اكمل معاكم تصوير. بس طبعا ما عرفتش اعمل معاكم الاكل اليوم ده. كنت هعمل مكرونه كده باللحمه زي المكرونه المبكبكه بتاعه العربويه وكده. فقلت بقى اخلص، طبعا انا همسح الرخامات، وانا عندي البخاخه دي فيها ديتول وخل بتعقم الرخامات، ما بتخليش فيها هاموش. انتوا عارفين السيف والناموس والهاموش. الهاموش ما بيصدق بيجي على باسكت الزباله عزكم الله، بيجي على قشر موز، بيجي على اي اكل انت تسيبيه، اي بواقي اكل بتسيبيها بتلاقيها لما عندك الهاموش. فانا حتى بصوا البخاخه فيها ديتول، اللي هو الديتول الطبي دوت من الصيدليه، وحاطه فيها شويه خل، وبمسح بيها كل الرخامات، وبمسح بيها كل حاجه بمسح بيها. دولاب المطبخ من تحت مسحت، ودولاب المطبخ من فوق. وساعات بلمع بيبقى حلو قوي ملمع للبوتاجاز، بعد ما بغسل البوتاجاز بتاعي بلمع بالديتول والخل ده، بيدي ريحه وتعقيم ونظافه حلوه جدا. وهنا دي المكرونه المبكبكه بتاعتي، طبعا النور قاطع فانتوا طبعا اسفه على التصوير، بس اكيد شايفين. فانا كنت حابه ان انا اشارك، والولاد مش صابرين ان احنا نخلص النور يجي عشان اغرف الاكل، كانوا مستعجلين وكانوا جعانين جدا. فقلت برضو هشارك معاكم اليوم، واشارك معاكم الاكله الحلوه دي. وكنت حاطه فيها لحمه حتت، وحاطه فيها حته لحمه في لميت بواقي التلاجة وحطيتها في الاكله دي، وحطيت صدق كمان، حطيت فيها كل حاجه. ورحت سايباها تبرد كده، قلت بالمره اغسل معاكم البوتاجاز. برضو البوتاجاز انا ايدي في بوتاجازي اول باول، ما بسيبهوش ان هو يتبهدل معايا، لان انا ما بحبش منظره. انا حتى من قبل ما اقف واطبخ عليه بروح غسلاه كده ومسحاه مسحه حلوه. ومش لازم ان انا ادلق ميه كتير، ومش لازم عشان ما يحتاجش لمنظفات غاليه اللي هو زي السترس وحاجات غاليه كتير. فبروح مسحه كده البوتاجاز بشويه بريل مواعين وبليفه ناعمه كده عشان ما يتجرحش معايا. وبروح منشفاه الفوطه الفايبر دي حلوه قوي، بتتباع ب10 جنيه عند اي حد بتاع منظفات، بتبقى حلوه قوي. ولو انت عايزه تديله اللمعه ممكن تعملي بالوايبس، او تعملي بشويه خل، او تعملي بالديتول. انا الصراحه عشان الروايح مثلا لو في زفاره، في اي حاجه، في اي روايح صلصه اي حاجه، لمجرد ما برش طبعا، والعين ولع انتوا عارفين الكلام دوت، مجرد ما العين بقى بتبقى سخنه كده ولع ورش عليها الديتول بيطلع ريحه حلوه قوي. وفي ناس بترش على بعد ما بتطفي البوتاجاز بترش برفم بيطلع ريحه قوي على السخونيه. يعني انا حتى كنت كمان بعمل على اللمض ايام زمان، اللمض اللي هي مش اللمض اللي هي الموفره بتاعت دلوقتي، لان اللمض الموفره بتاعت دلوقتي ما بتسخنش. فالبرفم على الحاجة السخنة بتطلع ريحة، حتى لما تيجي تحطي على المكوى بتطلع ريحة حلوة قوي. وهنا طبعا كان نور جه وكلنا. وهنا بواقي الاكل في حبة مكرونة بسيبهم عشان لو حمزة جاع ولا كنزي جاعت اي حد من الولاد جاعوا، ما برميش الاكل في يومها، برميه تاني يوم لما بعمل الجديد، وخلاص اللي بيفضل مني برميه. هنا بقى كنت شطبت المطبخ بتاعي، وسيقت الارض كده بشويه ديتول، وفرشت السجاده بتاعتي، ومسحت الدولاب المطبخ بتاعي. وبقى ده يومي النهاردة، وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات تانية كتير هتوحشوني. الى اللقاء.